بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده مع بعض كده هنعمل فيها كريم كراميل. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه خالص، وبمكونات هتلاقيها موجوده في اي بيت وفي اي مطبخ، وهي عباره عن بيض ولبن. هقولك على بعض نعمله ازاي وايه المقادير المظبوطه بتاعته. لو انتي اول مره بتعمليه هيطلع معاكي مظبوط بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده، وكمان مغذي للاطفال. بالنسبه للاطفال اللي مش بترضى تاخد بيض او لبن مباشر، ممكن نعمل لهم الوصفه دي يستفيد بالبيض وباللبن. لايك وشير واشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش معايا، وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. يلا نشوف هنعمل مع بعض اسهل واسرع اسهل واسرع كريم كراميل. مكونين اتنين بس موجودين معانا، هنعمل منهم احلى كريم كراميل. هنعمله مع بعض ازاي؟ عندي عبارة عن بيض ولبن، وطبعا سكر عشان التحلية. عندي هنا 3 عدد من البيض، فيكونوا في درجة حرارة المطبخ، مطلعاهم من التلاجة من قبلها بشوية عشان يديكي نتيجة حلوة للكريم كراميل. وده بالنسبة للبن الحليب بتاعي، ده انا بحفظه في البرطمانات كده زي ما احنا شايفين مع بعض. ده تقريبا عندي بقاله 10 ايام من دون فريزر وحليب. طريقتي في حفظ اللبن الحليب ممكن تقدري تشوفي الفيديو بتاعها، ان انا بجيب اللبن وبغليه وباخد وش ونعمله منه زبدة، والباقي بعبيه في برطمانات كده يفضل معاكي في التلاجة حليب لحد اخر نقطة في البرطمان. وبالنسبة للسكر بتاعي، عندي هنا حوالي كوباية الا ربع من السكر. هناخد تقريبا نصها نعمل منه الكريم كراميل، والباقي هنضيفه على الخليط بتاعنا. وهنعمله بقى مع بعض في الخلاط او في الكبة، او لو ما عندكيش خلاط او كبة هقولك هنعمل ايه. هجيب تقريبا نص السكر بتاعي، حوالي ربع كوباية او نص كوباية كده من السكر. تكون الطاسة بتاعتك لونها فاتح عشان تعرفي تحددي لون الكراميل بتاعك من غير ما يغمق. ونبدأ نقلب فيه على النار. بتكون النار عندي في الاول متوسطة كده، وبعد كده هحط له 3 معالق من المية. وممكن تستغني عن الخطوة دي وتستني لما يبدأ يحمر من الجناب ويكرمل كده، وهو هيكرمل معاكي برضو من غير اي مية. الصوص الكراميل ده لازم تكوني حريصة جدا وانت بتعمليه، اولا لان هو بيلسع لسعته وحشة، وتاني هام عشان ما يسمرش ويغمق منك ويديكي مرارة في الكريم كراميل بتاعنا. اول ما بياخد اللون الدهبي ده ببدأ بقى اقلب فيه واحدة واحدة وهدي النار، وكل شوية ارفعه من على النار واحدد اللون بتاعه، لان هو كل ما بيغلي على النار وحتى لو طفينا من عليه النار بيفضل يغلي شوية ويغمق معاكي ويمرر معاكي في الكريم كراميل. فلازم تكوني حريصة جدا وانت بتعمليه. هقلبه على نار كده تكون متوسطة، وابدا اول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي زي ما احنا شايفين كده هشيله بقى خلاص من على النار، واطفي النار معايا عشان ما يكملش غليان ويغمق معايا. هنا بقى انا هطفي النار معايا خلاص اهوت، وهنلاحظ ان هو لسه بيغمق مع ان انا شلت ان على النار. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي هدخلها الفرن. انا جبت الفورمه بتاعه الكريم كراميل دي، ممكن تستخدمي اي صينيه موجوده عندك، بايركس، المونيا، اي حاجه موجوده عندك، ونصب فيها صوص الكراميل اول ما يطلع، ما ننزله من على البوتاجاز على طول عشان هو بيمسك اول ما بيبرد. ونقلبه كده في الحواف بتاعه الطاجن بتاعنا، ونركنه على جنب على ما نعمل الخليط اللي هنصبه عليه وندخله مع بعض الفرن. هجيب بقى الدرق بتاع الهاند بلندر بتاع الخلاط، كبة، اي جهاز موجود عندك. هاخد فيه 3 عدد من البيض، وممكن كمان تحطي كل المكونات دي في بولة وتضربيها بالمضرب السلك هتديكي برضو نفس النتيجة، بس احنا بنستسهل وبنعمله في الخلاط. هاخد 3 حبات من البيض. بيضي بحط عليه فانيليا وخل عشان بتضيع اي زفارة. هاخد معلقة كده صغيرة من الفانيليا، وكمان بحب احط معلقة من الخل بتضيع اي زفارة موجودة في البيض. هاخدهم كده احطهم في الدرق بتاعي او في الخلاط زي ما اتفقنا، وممكن في بوله نضربهم بمضرب سلك. وبعد ما حطينا خلاص البيض معانا، عندي بقى التحليه بتاعه السكر. هحط 3 معالق من السكر، وممكن تزودي او تقللي حسب الرغبه. اللبن الحليب بتاعنا بقى هاخد حوالي كوبايه، وكمان نص من الحليب. وارجع بقى البرطمان بتاعي التلاجة عادي خالص، هيفضل معاكي لبن حليب لاخر نقطه موجوده في البرطمان. تقدري تشوفي الفيديو بتاعه، انا كنت منزله لكم بيه طريقه. واخد بقى المكونات دي كلها معايا بالهاند بلندر كده واضربها ضربه محترمه. وزي ما اتفقنا ممكن تحطيها في الخلاط، ممكن نحط كل المكونات دي في بوله كده والمضرب السلك ونضربهم ضربه كويسه جدا لحد ما يمتزجوا كلهم مع بعض. هيديكوا كل الحاجات دي نفس النتيجه، وهي نتيجه واحده. بعد كده بقى هجيب الخليط بتاعي وابدا اصبه على الصوص الكراميل اللي احنا عملناه وحطيناه في القالب بتاعنا ده. وفي الوقت ده بقى بكون مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 عشان الفرن بتاعي يسخن. وهنسويه مع بعض على حمام مائي. هجيب صينية واحط فيها القالب بتاعي، واملى الصينية دي مية سخنة تقريبا لحد ربعها،
او نص لحد ما يوصل لربع او نص الصينيه الموجوده فيها الخليط بتاعي. وانا هنا عشان الصينيه ما تسودش مني، وخصوصا لو كانت ألمونيا، بحط معلقه من الخل، دي بتضيع اي سواد موجود في الألمونيا، دي خارج الوصفه، ملهاش اي علاقه بالوصفه بتاعتنا. بس كده حبايبي، ويكون كده عملنا اسهل كريم كراميل. هاخد بقى المكونات دي ادخلها الفرن، تقريبا هتاخد معاكي نص ساعه في الفرن، واعمل لها اختبار بخشبه كده، لو طلعت معاكي نضيفه يبقى هو كده خلاص استوى وتمام التمام معايا. اخده بقى ادخله التلاجة يوم بليله او 3 4 ساعات، بس يفضل تقريبا انت تسيبيه يوم بليله عشان يتماسك معاكي كويس جدا. وده شكله بعد خلاص ما طلع معايا من التلاجة تاني يوم. هبدأ كده اقدمه على طبق التقديم، وبكده يا حبايبي نكون عملنا اسهل واسرع كريم كراميل. وطبعا ضفنا مع بعض لبن وبيض وسكر، وكل المكونات دي مغذية للأطفال لو هما مش بيحبوا البيض واللبن. وكمان وصفة سهلة، ممكن لو عندك ضيوف تقدميه للأطفال بيحبوه خالص، بيكون طعمه حلو ومميز، وكمان بيكون ساقع، بيرطب في الجو الحر اللي احنا موجودين فيه الأيام دي. وبكده يا حبايبي تكون وصفتنا خلصت. اتمنى من نهايه الفيديو ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومه مفيده وسهله وسريعه. ما تنسينيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه. هتنزلي تحت على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، هتضغطي عليها هيطلع لك 3 اختيارات، هتختاري منهم اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. يلا مع السلامه.